شاب عراقي يحمل رسالة عظيمة جدا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله. إذا تقرأ بالطريقة المصرية راح تقول الله. لكن أنت تبحث عن رصيد لك في الآخرة لو تبحث عن رصيد في مجالس الناس. عشائرنا بشكل عام بالجنوب يهتمون في كل شيء، يهتمون ببناء المضيف، بالدلة، في المهوال لازم يكون حاضر، بس ما يهتمون بقراءة القرآن. تقريبا كم طور عندنا بالقراءة القرآنية نقدر نسميه هو طور جنوبي. يعني دفاعي عن الطريقة العراقية وتحديدا الجنوبية يعني ما جاي عن فراغ. بوست موجود به الخطيب وموجود به الرادود والذاكر وقارئ القرآن ما موجود. ليش هاي الطرق ما حد يعرفها؟ ليش هاي الطرق ما ماخذة استحقاقها إعلاميا جماهيريا؟ ليش ما واصلة للناس؟